فهذا القرآن هو دواء لكل مرض. جاء عند الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: عليكم بالشفاءين العسل والقرآن. فهذا الدواء الأول المذكور في كلام الله جل وعلا، وهو كلام الله سبحانه، هذا القرآن العظيم. فما من مرض إلا يداوي أمراض القلوب، يداوي ما فيها من الكبر، ما فيها من الغل، ما فيها من الرياء، ما فيها من الحسد، ما فيها من الالتفات إلى غير الله، ما فيها من التعلق بغير الله سبحانه، يداوي ما فيها من أمراض الشهوات والميل إلى المحرمات وحب الفواحش